يا مساء الفل على كل الناس. النهاردة مش جاي اقول لكم كلمتين وخلاص. النهاردة احنا قدام تسونامي ملوش كتالوج. العالم نام وصحي على خبر ما كانش حد يتخيله. الضربات اللي حصلت في قلب بيت الجيران المرة دي ما كانتش مجرد قرصة ودن، دي كانت هدم سقف بالكامل. بص يا سيدي، التقارير اللي جاية من هناك بتقول إن الراس الكبيرة في بيت إمران غابت عن المشهد، والمجمع السيادي بقى أثر بعد عين. إسراء ومعاها ست الكل أمريرة المرة دي داخلين على الغشم، استهدفوا أكتر من 2000 موقع، معامل، رسائل تقيلة، محطات، ما خلوش حاجة واقفة على رجليها. بس هل عيال إمران سكتوا؟ أبدا، الرد كان عبارة عن مطر ألعاب نارية ملوش آخر. الداخل عند إسراء شاف ليلة ما بيناموش فيها. الهدايا الطائرة وصلت لمكاتب القيادة هناك، والناس في الملاجئ مش عارفين الضربة الجاية فين. الموضوع ما بقاش مناوشات يا جماعة، احنا قدام تكسير عظم علني. الوضع دلوقتي الجبهة الليبية في القلب من الضرب، والسفن في البحار خايفة تتحرك، وأسعار الذهب الأسود ولعت نار. كبير أمريرة بيتكلم عن تغيير شامل وكامل للمنطقة، وهناك بيحاولوا يلموا شتات نفسهم بمجلس إدارة جديد. الحكاية لسه في أولها، واللي جاي أصعب بكتير من اللي فات. وربنا يستر على منطقتنا وعلى الناس الغلابة اللي دايما بيدفعوا الثمن في النص. استنوني في الحلقة الجاية عشان نعرف الخناقة دي هترسى على فين. سلام.